إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السادة المتابعين الأفاضل في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج قضايا إريترية، حيث صوتكم مسموع ورؤية النخب رشيدة. باسمكم جميعا أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم المشاهدين. حياك الله. للدخول في صلب الموضوع مباشرة، تكلمنا أو بدأنا في الحديث الحلقة السابقة عن العلمانية ولعلنا أسهبنا فيها وفصلناها تفصيلا، وبناء على الحلقة السابقة جاءتنا مساءلات على الخاص من متابعينا الأفاضل عن بعض الأمور التي أشكلت عليهم، فلعلنا نبدأ بسؤال أحدهم. قال أن العلمانية كما شرحتم فضيلتكم في الحلقة السابقة، أنتم شرحتم بأنها عقيدة وهو يقول أنها نهج سياسي، فما ردكم على هذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا لما قلت بأن العلمانية هي عقيدة، هي قريبة مما يمكن أن نطلق عليه بالأيديولوجيا، ولا أحد يجادل في أن العقيدة اليوم هي في أن العلمانية هو نهج أيديولوجي، أي نمط فكري ونمط تصوري ومجموعة من الفلسفات التي يعتقدها من يعتقدها ويرى أنها هي الأفضل والأنسب لأن تكون نهجا في الحياة. أي عقيدة هي بهذا الشكل. الذين يدينون مثلا بالإسلام يعتقدون أنه دين منزل من السماء، فيه تصورات، فيه عقائد، فيه سياسة، فيه اقتصاد، فيه اجتماع، فيعتقدون هذه المنظومة بكاملها ويرون أنها هي الأصلح في الحياة. وبالتالي يعني أنا ما أعرف الذي يريد أن يقول بأن والله هي ليست عقيدة، نهج سياسي. هل هنالك من يمكن أن ينتهج نهجا وهو لا يعتقده ولا يلتزمه؟ حتى وأنت تقول هي نهج سياسي، في النهاية هي نهج أيديولوجي أو نهج عقائدي، بمعنى أنت تعتقد بأن هذه الفكرة هي الأنسب فتلتزمها. وكلمة العقيدة وكلمة الدين وكلمة الأيديولوجيا هي إلى حد كبير فيها تداخل وتشابك. ليست كلمة العقيدة أرسخ؟ هي بلا شك يعني هو بعضهم طبعا يطلق الأيديولوجيا اللي هي منظومة من المفاهيم والأفكار والأطروحات تشكل بمجموعها شيء يلتزم به الإنسان. لكن أحيانا يكون كلمة العقيدة يحاول البعض مثلا يلزمها الجانب السماوي، فيقول إنه والله لا نقول لشيء أنه عقيدة إلا إذا كان ارتبط بالسماء. لكن نحن هنا عندما نتكلم حتى الدين، خلك العقيدة، حتى الدين، القرآن الكريم يشير لنا إلى أن هنالك أديان تدين بها البشرية ذات طابع سماوي، وهنالك أديان تدين بها البشرية ذات طابع أرضي. فكل ما يلتزمه الإنسان ويعتقد أنه أصلح له وينطلق منه فهو بالنسبة له عقيدته ودينه في نفس الوقت. بس الفرق في أن هنالك من ينسب دينه إلى السماء وإلى الله، وهنالك من لا ينسب دينه إلى الله وإلى السماء. وبالتالي البعض طبعا يريد، خاصة هنا تجد الإشكالية عند من؟ تجد الإشكالية عند الذي يريد أن يلتزم الإسلام كعقيدة ويلتزم العلمانية كنهج سياسي. هنا يحاول أن يفرق حتى لا يقع في إشكال، في أنه والله لا يجد تناقض في طرحه، أنه كيف أنت والله تلتزم عقيدة الإسلام اللي هي عقيدة شاملة فيها سياسة، فيها إيمانيات، فيها أخلاق، فيها اقتصاد، فيها اجتماع، فهو يحاول يقول لك لا، الإسلام دين، الإسلام عقيدة، لكن العلمانية نهج سياسي. وبالتالي يمكن أن يأخذ من النهج السياسي ويلصقه بهذه العقيدة التي هو يؤمن بها. فهذه على كلها إشكاليات. لكن خلينا نقول في نهاية المطاف العلمانية في بعدها الكلي هي عقيدة،
العلمانية في بعدها في الكلي. بعدها الكلي. نعم. عندما ينتهجها في بعدها الإجرائي الذي أنا ذكرت في الحلقة الماضية بأنه البعد الإجرائي لها البدائي الأول الذي طرح عندما كان في البدايات هو فصل بين سلطتين. بهذا الترتيب اللي فصل يمكن أن تكون نهج سياسي. جميل. وتنطبق حيثما وجد السلطتين، سلطة دينية وسلطة سياسية. يعني إذا وجد السلطتان متشابكتان فالبعد الإجرائي هو أن العلمانية في هذا السياق يجب أن تكون يجب أن تكون مفصولة السلطة الدينية عن السلطة الزمنية كما حصلت في أوروبا. البعض على كل يعطيها هذا البعد، لكن أنا أقول في النهاية العلمانية سواء أخذتها بالبعد الإجرائي أو بالسياق الكلي هي شكل من أشكال التصورات التي تذهب بك في مساحات تضيق وتتسع. صحيح أنه بعض الناس يحاول أنه والله لا يعطيها المساحات. حتى الدول اليوم، حتى الدول ليست كلها في إطار المنظور العلماني في سياق واحد. بطبيعة الأفراد أيضا لن يكونوا كلهم في سياق واحد. من الناس من يرى والله العلمانية يجب أن لا تدخل في كثير من الشؤون الحياتية، بل يجب أن تترك هذه مساحات للدين. لا، شكل من أشكال العلمانية المتطرفة ترى لا، الدين يجب أن ينحي نفسه تماما عن ساحة الحياة العامة ويظل شأنا فرديا. فهي على كل المسألة يعني قابلة زي ما قلت لك لأن تأخذ أشكال، لكن لا ينفع عنها صفة العقيدة. لا ينفع عنها صفة العقيدة إلا من باب أنها ليست عقيدة دينية سماوية. إذن في البعد الأول تجريدا يجب أن تفصل، أو كما ذكرت أن يفصل الدين عن الدولة لتكون العلمانية بهذا النهج السياسي الواضح، بالنهج الإجرائي الأولي. نعم. اللي هو وجود سلطتين تتزاحمان في شأن واحد، تتزاحمان في شأن وهو الشأن العام. فكانت الكنيسة والسلطة الزمنية اللي هم الملوك والأمراء كانوا يتزاحمون في الشأن العام، وأدى هذا التزاحم إلى فساد من أنواع كثيرة جدا. ففي نهاية المطاف رأى الملوك الذين زاحمتهم الكنيسة في شأنهم من مصلحتهم توسيع دائرة العلمانية والارتقاء بها لتخرج لهم الشأن الديني عن شأنهم السياسي. إلى أي مدى توسعت دائرة العلمانية؟ توسعت إلى مدى بعيد جدا. مثلا لما نتكلم عن اللائكية أو نتكلم عن اللادينية المطلقة التي انتهجتها الدول الشيوعية، ذهبت العلمانية في مداها لدرجة أنها صارت تلاحق الأفراد فيما يدينون به. فصار مثلا في الشيوعية من يوجد معه مصحف، من يوجد معه مصلاية، من يوجد معه كذا، من يوجد أنه يمارس أوراد دينية. كل هذا صارت تتدخل فيه العلمانية التي أخذت بعدا مثلا شيوعيا. فصارت هنا اللادينية، صارت العلمانية تساوي هنا تساوي اللادينية. فهي بدأت بفصل سلطتين. بداية بدأت بفصل سلطتين، البعد الإجرائي، لكن الأيديولوجيا كل مرة تدخل عليها مفاهيم وتتسع تتسع تتسع إلى أن وصلنا إلى اللادينية، إلى أن وصلنا إلى ملاحقة الفرد فيما يدين به. جميل. فهنا صعب جدا. وبالتالي كثير من الناس وهو يطالب بالعلمانية أول ما يلزمك أن تسأله أي علمانية تريد. جميل. هذا على من يرى أن العلمانية تتسع لكل ذلك. لكن بعض المفكرين المعاصرين الآن قريبا صاروا يقولون العلمانية يجب أن لا نعرف بها إلا فصل بين سلطتين، الباقي كله تسميات أخرى. فالعلمانية عند البعض تعني فقط إنه والله وجد السلطتان، سلطة دينية وسلطة زمنية تتزاحم، نفك بينهم الاشتباك. في كل مساحة من الأرض توجد سلطتين دينية وسياسية تتزاحم في الشأن العام، أفصل بينهم في هذه العلمانية. وهذا يمكن من الذين ذهبوا إليها الدكتور نايف نهار مثلا في كتابه من العلمانية إلى الخلقانية، فيرى بأن ما عدا هذا التعريف فالباقي كله تسميات أخرى ولا تسمى علمانية. تسميات أخرى مثل مثلا السلطة اللادينية، السياسة اللادينية المطلقة، هذه كلها تسميات لغير العلمانية اللي بمعناها الإجرائي. ويقصد أي إجراء غير فصل الدين عن الدولة ما يسمى علمانية؟ لا يسمى علمانية. هذا تقريبا طرح جديد على كل، لكن سبقه بشكل آخر اللي هو عبد الوهاب المسيري الذي حاول أن يقول للأولى هذه العلمانية الجزئية وللنهايات بالعلمانية الشاملة، ويتوسط بينهما طبعا علمانيات أخرى. فعبد الوهاب المسيري أراد أن يقول كل محاولة للفصل في الشأن الديني هي علمانية، لكنها تبدأ بفصل محدود وتنتهي بالفصل الشامل.
فهي مسارات على كل للسياقات العلمانية. وعندما تأتي أنت إلى التطبيقات ستبرز لك أيضا هذه المسألة، ستبرز لك إنه والله أين تكون مساحات اللادينية المطلقة، أين تكون مساحات التلاقي، التسامح كذا ما بين الشأن الديني والدنيوي. فهنالك أنماط على كل، حتى في أوروبا اليوم والولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر رائدة الحالة العلمانية، ستلاحظ بأن هنالك بوابات واسعة جدا لتزاحم الديني مع السياسي، أو تزاحم الديني مع التشريعي، وتزاحم الديني مع السياقات العامة، والفصل كذلك. فأكثر حالة مثلا في أوروبا اليوم حادة في قضية الفصل هي مثلا اللائكية الفرنسية، التي ترى تماما محاولة فصل الدين عن إيه؟ عن الشأن العام، فصل الدين عن الشأن العام، وليس عن الشأن السياسي ولا شأن الدولة، لا، عن الشأن العام. بمعنى أنها تتوسع في فصل الدين عن الدولة، مؤسسات الدولة، فصل الدين عن السياسة، أن الدين لا يتدخل في مؤسسات السياسية. وهنا لما أتكلم عن فصل الدين عن السياسة أوسع من فصل الدين عن الدولة، لأنها ستدخل في مؤسسات المجتمع، أحزاب، مؤسسات مدنية، غيرها لا يحق لها أيضا أن تكون موجود فيها. كذلك فيما يتعلق بالتشريع، فلا يحق بأي شكل من الأشكال أن يتدخل الدين في أنماط التشريع، فلا يحق مثلا الدستور أن تكون واحدة من مرجعيات الأديان، فالدين هنا معزول. ثم تذهب بعد ذلك إلى شكل من أشكال التوسعة في الشأن العام، لدرجة أن والله تتدخل مثلا في أن والله إذا أرادت امرأة مواطنة أرادت أن تدخل على مؤسسات الدولة لابد أن تخلع الحجاب، تذهب إلى المؤسسات التعليمية، تخلع الرموز الدينية، وهكذا. فأنت دخلت الآن ليس في فصل الدين عن الدولة، ولكن بدأت تفصل الدين عن سياقات أوسع من سياقات الدولة، وهو دخلت إلى الدولة، إلى السياسة، إلى المجتمع. وبالتالي هنا اتسعت. وهذه يمكن اللائكية الفرنسية هي أوسع نمط على كل في محاولات. الباقي حتلاحظ في شكل من أشكال اشتباك. مثلا الديمقراطية الألمانية فيها تسامح أقرب إلى ما يمكن أن نسميه بالحالات المدنية منها العلمانية. العلمانية البريطانية فيها أيضا تزاحم، لأن هنالك ستجد أن رأس الكنيسة مثلا هو الملكة، وبالتالي الدولة بشكل أو آخر على كل داخلة على الشأن الديني. ستجد الولايات المتحدة الأمريكية متسامحة إلى حد كبير مع التدين، وربما تلاحظ أن كثير من التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية الدوافع فيها تلقاها دوافع دينية وليست دوافع علمانية محضة. جميل. نعم. طيب، قد يقول قائل قد تتعدد الديانات في دولة واحدة، فقد تكون العلمانية حل مناسب لتحقيق العدالة بينهم. هو طبعا هذه واحدة من أكبر الأكذوبات، خلينا أقول أكذوبة كبيرة جدا، أن يقال بأن العلمانية هي تحاول أن تقف من الأديان كلها على مسافة واحدة. جميل. هي هذه الشعار. يقول لك والله يا أخي العلمانية تصلح لأن تكون نظاما للدولة لأنها تقف من الأديان بمسافة واحدة. هنا لابد أن نحدد أولا، إذا أردنا أن نصحح المقولة أو نعتبر المقولة هذه صحيحة أو غير صحيحة، لابد أن نحدد ما هي الأديان. نعم. لاحظ، وهم يتكلمون الدين المستصحب عندهم هو النصرانية. الدين المستصحب عندهم الذي يمكن أن تقف منه الدولة مسافة واحدة هو النصرانية. لماذا؟ لأنه الدين الذي يرى أن والله لا شأن له بالدولة، يعني لا علاقة له بالتشريع، لا علاقة له هذه القضايا كلها. يعني الديانة المسيحية التي انتهت إليها المسيحية المعاصرة هو أن المسيح قابل جدا لأن تفصله عن الدولة، يمارس دينه في كنيسته، هذه طبيعة دينه. طيب تعال المسلم الآن أبسط مسلم بس يشهد أن لا إله إلا الله، لو قلت له والله يا أخي أنت دايرين نفكفك دينك، وهو الدين حقه مختلف عن دين المسيحي، هل في مجال نحن نفصلك عن دينك في الشأن السياسي؟ حيقول لك ما تقدر تفصل. هل نستطيع أن نفصلك عن الشأن التشريعي؟ يقول لك لا تستطيع أن تفصل. هل نستطيع أن نفصل دينك عن الشأن بتاعت الأسواق وحركة المال والاقتصاد؟ يقول لك لا تستطيع أن تفصل، لأن هذه عقيدتي وهذا ديني. لاحظت؟ فهنا الإشكال وين؟ هو الإشكال عندما طرحوا إمكانية الحياد ساووا بين الأديان، بينما هي ليست متساوية. أقصد ليست متساوية في طبيعتها. فدين طبيعته روحانية، ودين آخر طبيعته دينية روحانية وفي نفس الوقت دنيوية. إذن بالصفة الدنيوية سيزاحم إيه؟ سيزاحم العلمانية. فهنا العلمانية تقهر هذا الدين وتحاول أن تعرفه بشكل جديد، لا كما يعرف هو نفسه، بل هي تحاول أن تعرفه فتجعله دينا آخر.
لاحظت؟ هنا تساوي بينه. هنا يمكن أن نقول أنت صح لما تحول الدين الإسلامي إلى وتقزمه إلى حالة روحانية ثم تقول والله أنا أقف على مسافة واحدة، هنا صدقت. لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون على مسافة واحدة من الإسلام والمسيحية أو أي ديانة أخرى من الأديان الروحانية في ظل دولة واحدة، إلا في حالة واحدة. نعم. وهو أنك ستجعل هذا المكون المسلم مبعد تماما في قيمه وأخلاقه وتشريعاته عن أن يكون مؤثرا في الدولة. وبالتالي هنا أنت لم تحيد الدين ولكن حيدت جزء من قطاعات واسعة من مجتمعك، وبالتالي هنا لم تساوي بين المواطنين، بالعكس أنت حاولت أن تسيد الأكثرية وتجعلها حاكمة على الأقلية وليس العكس. جميل جميل. طيب من باب آخر، ما هي لو سألنا ما هي مرجعية إذا صح للعلمانية، ما هي مرجعية العلمانية في التشريع؟ أحسنت. طبعا كان السؤال الكبير عند الفلاسفة سابقا سؤال المرجعية. يعني لما أنا أتكلم عن العدالة، ما هي مرجعية العدالة؟ عندما أتكلم عن الحرية، ما هي مرجعية الحرية؟ ما الحرية فيها قيمة وليست مرجعية. يعني واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا التي وقعت فيها الغرب جعلوا العلمانية فوق القيم، جعلوا هي المرجعية، أن تكون حرا هي المرجعية. لكن بالنسبة لنا لا، المرجعية خلاف القيم. يعني عندي قيمة الحرية، عندي قيمة العدالة، عندي قيمة، هذه قيم لها مرجعيات. لاحظت؟ فالعلمانية عندما أرادت أن تطرح نفسها بعد أن نحت الأديان واعتبرت الأديان ليست مرجعا، مباشرة بدأت تبحث عن ما هي مرجعيتها. هذا المجتمع إلى ما يرجع فيما يحتكم إليه. في السابق كنا نقول الله هو المرجع، الأديان هي المرجع. نعم. لماذا؟ لأنه متى ما كانت والله المرجعية مرجعية من داخل المنظومة ستكون في إشكالات. الناس يتفاوتون في عقولهم، يتفاوتون في قدراتهم، يتفاوتون في إمكاناتهم. هنالك رجال المال، هنالك رؤوس الأموال، هنالك الفقراء، هنالك المساكين في داخل المجتمع الواحد. فعندما نقول والله يا أخي نحن نترك التقنين للمجتمع ستكون في إشكالية. ولذلك الفكرة الوحيدة التي تستند إليها الأديان في أنه هي مرجعيتها متعالية، بمعنى ليست من ذات المجتمع، هي مرجعية من خارج المجتمع. بغض النظر بعد كده نحن سيكون الجدل حول هذه المرجعية. لاحظت؟ نعم. هذه المرجعية سيكون حولها الجدل بطبيعة الحال، ليس من يؤمن بالله كما لا يؤمن بالله، هنا قضية أخرى. لكن خلينا نقول بأن هذه مرجعية متعالية. الكل داخل المجتمع إذا آمن بهذه المرجعية يشعر بأن هذه المرجعية ليست منحازة. يعني الله ليس منحازا للفقراء ضد الأغنياء، ولا ضد الأغنياء لصالح الفقراء، ولا ضد المرأة لصالح الرجل، ولا مع الرجل لا، ليست له أصلا أي شكل من أشكال مصالح، لأنهم جميعا عباده، جميعا خلقه، جميعا محتاجين إلى هداياته جل جلاله. فعلى كل لما نحت العلمانية مرجعية الأديان، المرجعية المتعالية، المرجعية الإلهية، بدأت تفكر في أنه ما هي مرجعيتها، فأرادت أن تقول نعود إلى الحالة الطبيعية، فصارت الطبيعة هي المرجع، الحالة الطبيعية. لأنه في النهاية نحو الله، يعني هذه الثلاثية التي يؤمن بها المسلم، الله، الإنسان، الطبيعة، صار بالنسبة لهم الله خارج اللعبة أو جل جلاله، خارج التفاعل، خارج التأثير. حتى لو كان خالقا، حتى لو اعترفت لك العلمانية بأن الله خالق، لكنه عبارة والعياذ بالله كملكة في بريطانيا كما يقولون، تملك ولا تحكم. هي خالق، هي رازق، هي محيي، هي مميت، لكنه ليس حاكم. نعم. طيب ليس حاكما فعليا. طيب هنا قالوا لابد أن الرجوع إلى وهذه يعرفها طبعا طلاب القانون، وهي القانون الطبيعي، الرجوع إلى القوانين الطبيعية. وفي فلسفات كثيرة جدا في مسألة القانون الطبيعي وكيف تنشأ القانون الطبيعي، ما هو الأصل في الإنسان، هل الإنسان الأصل فيه الخير أم الأصل فيه الشر، هل الإنسان الأصل فيه الحرية أم الأصل فيه عدم الحرية. فبدأت على كل نشأت فكرة الرجوع إلى القانون الطبيعي باعتباره القانون الأصل الذي يشكل المرجعية. يعني الآن ما يعرف بالحقوق الطبيعية للإنسان، هم يسمون الحقوق الطبيعية للإنسان. لماذا؟ لأنه يتصورون أن هذه حقوق نشأت من الحالة الطبيعية له، أن الإنسان يولد حرا، أن الإنسان لا قيد عليه، أن الإنسان متساوي مع أخيه، هذه يعتبرونها أشياء مثلا طبيعية. ثم لاحظوا بأن والله الحالة الطبيعية لا تجيب عن كثير من التساؤلات في التشريع، لا بد أن يكون هنالك فقالوا والله لا بد من العقل، فيكون العقل مرجعا في التشريع، وبالتالي العقول هي العقل هو المرجع لقضايانا. لاحظوا أيضا إشكالية في موضوع العقل،
فالعقل لا يستطيع أيضا أن يكون عقلا موحدا إلا فيما يعرف بالبديهيات، اللي هو العقل البديهي، العقل الأساس، نعم. اللي هو الذي نولد به جميعا. فنعرف بأن الأكبر والأصغر، ونعرف الفوق والتحت، هذه الأشياء التي يتفق فيها الجميع. لكن لا يستطيع هذا العقل أن يحسم فكرة الخير والشر، وأن هذا العقل نفسه في داخل البرلمان الواحد هنالك عقل أينشتاين وهنالك العقل البسيط جدا الذي تصوراته محدودة. فالعقل نفسه لا يمكن أن يكون مرجعا. لماذا؟ لأننا سندخل في العقل المكتسب. العقل المكتسب داخل البرلمان في عقل رجل المال، في عقل رجل السياسة، في عقل رجل الدين، في عقل رجل العلم المحض، في عقل الفيلسوف. إذن هي عقول متباينة. فاتضح لهم أن والله العقل المكتسب ليس واحدا، وبالتالي بأي عقل نستطيع أن نحتكم؟ عقل من على وجه التحديد؟ فأوجدوا إشكال. قالوا والله ليس لنا حل من هذه إلا أن نخرج إلى أن نقول بأن العلم هو إيه؟ العلم هو الحاكم. والعلم بتعريفهم هم لا يعمل في مساحة الغيبيات ولا في مساحة الكيفيات التي تكون خارج التوصيف. بمعنى العلم التجريبي يصف لك أن والله الماء يتكون من كذا، الجراثيم تتكون من كذا، تكشف لك كل الأشياء كما هي، لكن لا تعطيك حكما. لا يستطيع أن يقول لك والله الماء هذا حرام ولا حلال، خير أم شر. لا يستطيع أن يقول لك العلم هذا. طيب هذه بغيتهم لأنهم يعني علمانيين في النهاية. أيوة. لا هي ليست بغيتهم، لأن العلم لا يعطيني حكما فيما هو خارج دائرة إيه؟ الشأن العلم المحض. فالشأن العلم المحض لا يعمل في الإنسانيات. لاحظت؟ لا، يعني الشأن العلمي الآن لا نستطيع أن ندخل إلى المختبر ليحدد لنا الحرية، لا نستطيع أن نخش في المختبر يحدد لنا عدالة. نعم. لا نستطيع. لاحظت؟ هذه لا يستطيع أن يجيب. طيب ما الذي يجيب عليه؟ في السابق كانت تجيب عليه الفلسفة. طيب أنت الآن أوجدت مشكلة مع الأديان ومع الفلسفة، لأن أضعفت طبعا الحالة العلمية في أوروبا، العلم التجريبي أضعف الفلسفة أيضا. في السابق كان على الأقل أوروبا ما قبل يعني اعتبرها من فترة أفلاطون وسقراط وهذه المجموعات أثينا، كانت الفلسفة تتولى هذه المساحة، فكان الفيلسوف هو الذي يحدد مساحات الخير والشر والحكمة والأشياء. طيب هم وجدوا أنفسهم الآن في إشكال، فخرجوا من هذه إلى نقطة ثالثة، وهي أنه والله لا العلم ولا العقل ولا أيضا الطبيعة تستطيع أن تجيب على هذا التساؤل. قالوا لا بد أن نذهب إلى الأكثرية والأقلية، فالأكثرية تحكم والأقلية إيه؟ تحمى. لاحظت؟ نعم. ما عندنا حل غير كده. قالوا الأكثرية. لاحظوا أن والله هذه الأكثرية تباع وتشترى. صارت الآن الشركات الذين يدخلون الآن، وهذه معروفة الآن، كل ما يتابع مثلا الولايات المتحدة الأمريكية ويتابع الديمقراطيات الغربية بشكل عام ومن كتب عنها من الفلاسفة، يلاحظ بأن والله ما يعرف اليوم بالأكثريات، تأتي هذه الأكثريات من خلال التمويل، من خلال الدعومات للشركات، وبالتالي هذا الشخص الذي صعدته شركة من الشركات بملايين الدولارات سوف يكون معبرا عنها لا عن الأكثرية التي صوتت له. فوجدوا إشكالية أيضا وعيوب. صارت الآن من يكتب عن عيوب الديمقراطية، خصوصا كتاب ما بعد الحداثة، صاروا يكتبون الآن عن الديمقراطية وعيوب الديمقراطية، فلاحظوا بأن والله في خلل كبير جدا في أن هذه الأكثرية لم تعد تعبر عن فراحوا جابوا حاجة اسمها الليبرالية في محاولة حماية هذه الأكثرية. والأكثريات أيضا قد تطغى، غير التلاعب بها، قد تكون هي نفسها ما ينشأ ما يعرف بطغيان الأكثرية. نعم. ما ممكن في مجتمع فيه مثلا أكثرية مسلمة وأقلية بسيطة جدا من بقية المكونات، يمكن هذه الأكثرية أن يكون لها طغيان فتحاول أن تطغى على، تمارس الطغيان أي شكل من أشكال الطغيان على الأقلية. فراحوا على كل قال لابد الأقليات أن تحمى بقوانين، فالأكثرية تحكم والأقلية إيه؟ تحمى. فجابوا مجموعة من الأحكام التي تحمي الأقلية من طغيان إيه؟ طغيان الأكثرية. اليوم الغرب تقريبا، وأنا طلت في هذه الإجابة، اليوم الغرب وصل إلى مرحلة بعد فترة ستلاحظ ذلك، طغيان الأقلية على الأكثرية. ونموذج بسيط جدا الآن لو أردت أن أضرب نموذج لذلك. نعم. عندك الآن مثلا مجموعة اللي تعرف الآن بموضوع اللي هو المثليين هذول. نعم. مجموعة لو أردنا أن ننظر إلى مقياسهم تقريبا داخل المجتمعات، مجموعات بسيطة جدا. حتى الآن لم يتحول الغرب بكليته إلى تقبل هذه الظاهرة في الممارسة على الأقل، حتى لو تقبلها في أنه والله الآن صارت القوانين خلاص بدأت تنزل على. لكن ما الذي يحدث الآن؟ صارت هذه المجموعات بتأثيرها ونشاطها وحيويتها وفاعليتها وتهديدها وسلطانها، صارت هي بحكم القانون
تهدد القطاعات الواسعة جدا من الأكثرية. فكثير من الناس يسكتون الآن عن هذه الظاهرة اللا أخلاقية التي تنافي جزء كبير جدا حتى من مجموعات المحافظين كما هي في الولايات المتحدة الأمريكية. تلاحظ الآن الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة، حزب الديمقراطيين وحزب الجمهوريين. الجمهوريين يميل إلى المحافظة وضد هذا النوع من السلوك، الديمقراطيين يميلون إلى الانفتاح ومع هذا السلوك. ووجدت اليوم حالة الانشقاق الكامل داخل هذا المجتمع بسبب هي حالة في نهاية المطاف على كل صحيح لها تداعيات، الخلاف له تداعيات أخرى، لكن واحدة منها هذا السلوك الذي صار الآن. لكن بعد فترة ستلاحظ إنه والله واحد يقول لك أنا لأني قلت كلمة عبرت. طيب أنت حرية التعبير أن تكون حق طبيعي للإنسان وتعتبر من حقه أن يعبر، لا يقول لك والله لا يحق لك أن تتكلم في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن هذا يخالف القانون. فصارت الأقلية الآن تتسلط على الأكثرية، وهذه على كلها أزمات ما يمكن أن نسميه باللادينية أو العلمانية. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. طيب ما هي علاقة العلمانية بالحرية؟ على كل هي كلها مفاهيم، كل له سياق. نعم. العلمانية أنماط فصل لا علاقة لها بقضية الحرية. خلينا نقول الحرية شيء والعلمانية إيه؟ شيء آخر. يعني يمكن أن تنشأ علمانية بلا حرية كالتي نشأت في إيه؟ في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية والدول الشيوعية. يمكن أن تنشأ علمانية بلا حرية كما هو في إريتريا مثلا. الآن من يقول لك إنه إريتريا ليست علمانية إذا ما قلنا مسيحية؟ يعني خلينا نقول والله يا أخي هي دولة على كل متبنية النهج العلماني، مش كده؟ لكن وين الحريات؟ فيمكن أن تنشأ حالة لا دينية اللي تساوي العلمانية باعتبار أنك فصلت، لأن الآن عندما نعرف العلمانية بأنها فصل الدين عن الشأن العام، قد تكون والله تصاحب بعد ذلك العلمانية حرية وقد يصاحبها استبداد. فلا ربط بين العلمانية وبين إيه؟ بين الحرية. يعني لا يعني كل من هو علماني هو حر وكل من هو ليس علماني هو مستبد، لا، ولا العكس أيضا. يعني ليس كل من قال أنا ضد العلمانية سيكون هو حرا أو ينادي بالحريات، ممكن أيضا هو يكون مستبد. فمسألة العلمانية خلينا نجعلها الآن حالة فصل ومواقف من الدين، وتبني الحالة حالة الدولة أو حالة الإنسان بعيدا عن إيه؟ عن الغيبيات وعن الأديان. طيب والله في إطار هذه العلمانية قد تكون في حريات، قد تكون في ديمقراطية، قد تكون في ليبرالية، قد يكون في رأسمالية، قد تكون في أنماط عديدة جدا من التفاعل داخل هذا الكيان، لكن كلها تحت مسمى العلماني. فالعلمانية استوعبت في لحظة من اللحظات الرأسمالية والديمقراطية والأشكال الغربية المتعددة، واستوعبت أيضا الاتحاد السوفيتي. فكلاهما المنظومة هذه تقول علمانية والمنظومة هذه تقول أيضا إيه؟ علمانية. المنظومة هذه تقول بالديمقراطية الليبرالية والمنظومة هذه تقول بالديمقراطية الشعبية التي يحكم فيها العمال وكذا. فهي العلمانية حالة فصل، لكن ليس بلازم أن نربط بين العلمانية وبين إيه؟ الحرية. وبين الحرية. نعم. جميل. دعاة العلمانية يرددون أن هنالك أقليات لابد من المحافظة على حقوقها عبر العلمانية كما ذكرتم في مسألة المثليين. نعم. هو طبعا شوف مفهوم الأقليات إذا أردنا أن نعود إلى هذا التاريخ بالنسبة لنا على الأقل في داخل الحضارة الإسلامية، كان المدخل الوحيد للكولونيالية أو الإمبريالية أو الاحتلال الغربي، كان المدخل له هو موضوع الأقليات، وخاصة في الشرق الأوسط. فصار مثلا منطقة الشام وكذلك في تركيا هنا كان دائما المدخل إلى موضوع كان أقليات دينية، لم يكن في البداية الأقليات الأخرى. يعني أخيرا حاولوا يظهروا أيضا الأقليات ذات الطابع القومي والطابع الإثني. ففكرة الأقليات أول الحديث عنها عندما يتم من الغرب على وجه التحديد هو من منطلق عقل إمبريالي وليس من منطلق عدالة. فهم لا يطرحونها دفاعا عن الأقليات ولا يطرحونها. هذا واحد. النقطة الثانية، لماذا يطرحونها إذا ليس دفاعا عن الحرية؟ هم يطرحونها ليحاولوا أن يركعوا هذه الدول التي فيها الأقليات حتى لا يخضعونها، يبتزونها، نعم. يمارسون عليها العقوبات، يدخلونها تحت عباءتهم عن طريق الأقليات. فليست القضية قضية حماية أقليات وليست القضية قضية حماية. نعم. لماذا أقول ذلك؟ لأن هذه الدول نفسها لا يعنيها كثيرا العدالة عندما تتعلق مثلا المسألة بالأكثريات. يعني لو القضية قضية مبدأ
جميل أنك تدافع عن الأقليات، جميل أن تحمي الأقليات، جميل أنه والله الأقليات لا يطالها الاضطهاد الديني ولا الاضطهاد العرقي ولا تطالها الجرائم ضد الإنسانية ولا الإبادة، هذا كله جميل جدا ولا أحد يختلف في ذلك. لكن لماذا يكون السكوت عندما تباد الأكثريات؟ لماذا السكوت عندما تقتل شعوب كاملة وهي أكثرية في بلدانها؟ لماذا عندما تكون والله هذه الأقليات تسندها أنت من نظام سياسي مستبد وتجعل هذا النظام السياسي المستبد حامل الأقليات ولكنه يضطهد الأكثريات؟ لماذا يكون الصمت؟ هنا تأتي الانتهازية السياسية ويأتي السقوط الأخلاقي عموما للمجموعات التي تتكلم عن قضية قضية الأقليات. بالنسبة لنا نحن نقول بأن الإسلام على وجه التحديد عندما يقيم نظامه السياسي نقول بأن نفس الفكرة التي يتكلمون عنها، ألم تقولوا أنتم الأكثرية تحكم والأقلية تحمى؟ نعم، نحن نقول في الإسلام أيضا الأكثرية تحكم والأقلية تحمى. يعني لا نجعل من وجود أقلية داخل البلاد الإسلامية فرصة لإبادتها، فرصة لعدم ممارستها لدينها، فرصة لحرمانها من الحقوق المدنية، فرصة لحرمانها مثلا من التواجد على أرضها، هذه كلها بالنسبة لنا لا إشكال في ذلك. أو فرصة لأنه والله يمارس عليها شكل من أشكال الاضطهاد الديني أو الاضطهاد السياسي أو الاضطهاد المدني، هذه كلها ممنوعة. لكن لا يعني وجود أقليات أن والله تحرم الأكثرية من أن تعبر عن هويتها، تعبر عن ثقافتها، تعبر عن دينها. يعني لاحظ الآن مثلا أديك مثال، يكون في دولة فيها 90% مسلمين و5% نصارى و5% لا دينيين، تحت حجة هذه 10% اللي مقسمة ما بين 5% تحرم 90% من التعبير عن هويتها. يقول لك والله لا تطالب بدولة إسلامية، لماذا؟ لأن هنالك أقليات. طيب لماذا تكون والله في كل الدنيا الأكثريات تحكم وتعبر عن ثقافتها وتعبر عن هويتها وتحاول أن توفق أوضاع الأقليات في داخل بلدانها، ولكن يكون ذلك محروم من المسلمين، محرومين من ذلك؟ أقول السبب الرئيسي هو أنهم يريدوا هذه المنطقة أن تكون تحت السيطرة العالمية وأن يبسط فيها النفوذ العالمي وأن تكون مواردها منهوبة وشعوبها منكوبة ولا تستطيع أن تعبر عن إرادتها ولا عن وحدتها ولا عن هويتها ولا. هذا المراد حقيقة فيما ينادون به من قضية الأقليات. أحسن الله إليك شيخنا الفاضل. متابعينا الأكارم، فاصل قصير ونعود إليكم، كونوا على مقربة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير والعودة مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شيخنا، دعنا نسأل عن آثار العلمانية في واقعنا المعاصر في الدول الإسلامية تحديدا. حقيقة بالنسبة لموضوع العلمانية، أول تتصادم تماما مع الهوية الإسلامية التي هي قائمة ليس على الفصل بقدر ما هي قائمة على الوصل، وصل الحياة كلها بالله سبحانه وتعالى، وهي من خلال حتى مفهوم الصلاة، هي مفهوم الصلة.
انك انت ملتزم وجهتك نحو الله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فابتداء فكره العلمانيه تتناقض مع الاسلام وتتصادم، وبالتالي انت عندما تطرح العلمانيه في شعوب بهذا الشكل فانما تصادم شعوبك ولا تحاول ان تتوافق معها او تعبر عنها. بينما اي نظام سياسي الاصل فيه ان يكون معبرا عن الشعب الذي يحكمه، لان الشعب جزء من تعريف الدوله. نعم. فالدولة في تعريفها هي أرض وشعب وأرض وشعب ونظام سياسي. فإذا اعتبرنا أنه والله أرض وشعب، فأنت عندما تصطدم مع الشعب إنما تصادمت مع هوية، مع ماهية الدولة نفسها. هذه واحدة. الأمر الثاني أيضا أوجدت إشكالات وتناقضات كبيرة جدا فيما يتعلق بين ما يؤمن به الإنسان وبين ما لا يؤمن به الإنسان. فعندما نتكلم عن أن الإنسان تنبع قوانينه مما يؤمن به، فهنا سيكون مقتنع ومنسجم ومتفاعل، لأن هذا القانون ينبع من عقيدته وينبع من دينه. أما عندما أنت والله تلزمه بقانون يراه قانون يخرجه من عقيدته أو يصادم عقيدته، هنا سيحرص قدر الإمكان الالتفاف على هذا. النقطة الثالثة أيضا العلمانية في بلداننا ارتبطت بالاستبداد، لم ترتبط، على خلاف الحالة ربما في أوروبا، لم ترتبط العلمانية في بلادنا بالنظام السياسي الحر. النظام السياسي الحر هو تأتي فيه القيادة السياسية عن طريق الانتخاب وعن طريق الاختيار الحر، ويعبر بعد ذلك هذا الشعب عن توجهاته من خلال البرلمان، يعبر عن تشريعاته من خلال البرلمان. كل الشعوب الإسلامية التي أتيحت لها فرصة الحريات كانت تطالب بالإسلام ولم تطالب بالعلمانية. فدل ذلك على أن العلمانية كانت مفروضة بقوة قوة الحديد والنار. ولو رأينا كثير من العلمانيات في عالمنا العربي تلاحظ بأنها دائما في صدام مع المجتمع، والمجتمع منقسم. النقطة الثالثة أو النقطة الرابعة أيضا في ظل الديمقراطية، في ظل العلمانية المتصادمة مع الشعوب، يصعب جدا أن تحقق النهضة. هذه تقريبا واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا. لماذا؟ لأن النهضة لها ارتباط كذلك بكثير من التصورات الثقافية والدينية للمجتمعات. فالمجتمع الذي ينطلق من منظور معين في نهضته يختلف عن مجتمع آخر ينطلق من منظور مختلف، منظور مغاير. فمثلا لو نظرنا إلى الكونفوشية مثلا في الصين التي تحث الإنسان على العمل وتحثه على الإنجاز، فكيف استثمر الصينيون عقيدتهم هذه العقيدة البوذية هذه التي تقدس العمل، كيف استثمرت هذه العقيدة في الجانب الاقتصادي، كيف يفعل الإنسان. ويمكن دي تلاحظها في الصين وتلاحظها في اليابان. إذن كل ما انطلقت الدولة من عقائد المجتمع كل ما كانت أقرب إلى النهضة وأقرب. أيضا هذه النهضة تحتاج إلى توافق، ودولنا للأسف الشديد منذ أن طرحت فيه العلمانية فهو في صراع كبير جدا ما بين دعاة الحداثة ودعاة المحافظة كما يقولون، أو دعاة الأسلمة ودعاة العلمانية. فالمجتمعات لا يمكن في ظل هذا الانقسام أن يكون هنالك استقرار، وبالتالي تارة تنقلب هذه الفئة وتارة تنقلب هذه الفئة، لأن المجتمع لم يحسم وجهته ولم يحسم هويته، وبالتالي ولدت عندنا عدم الاستقرار. يعني ما في استقرار، لأنه والله الأنظمة السياسية هويتها غير محسومة، بالتالي في صراع حول الهوية، في صراع حول التنمية، في صراع حول النهضة، في صراع حول الحرية، في صراع حول كثير من المفاهيم. لماذا؟ أنت تريد أن تنطلق فيها من منظور إسلامي، وذاك يريد أن ينطلق فيها من منظور حداثي مختلف تماما. فإذا على كل العلمانية في بلداننا نتجت عنها آثار سالبة بشكل كبير جدا. ده غير موضوع الإشكالات التعليمية، عندما أنت تجعل مثلا التعليم مفصول عن الأديان. ومعروف أن والله التعليم إلى حد كبير يرتكز فيه القيم التي تعبر عن هوية المجتمع. قيمنا نحن تنبع من ديننا. طيب عندما تقول والله أنا أريد أن أطبق العلمانية، من أي قيم ستنطلق في التعليم؟ طب قبل الانتقال لهذا، ألم تقم العلمانية بنهضة بمعاييرهم، يعني بما يرونه مناسبا؟ في بيئة أخرى صحيح، قامت في بيئة أخرى تحقق بلا شك، لأنها حسمت خيار هويتها. لاحظت؟ يعني حتى نحن لو افترضنا إنه والله أوجدت أنت في المجتمعات الإسلامية مجتمع علماني قد تحقق نهضة، لكن أنت في ظل حالة إسلامية متجذرة، وهي بالعكس متجددة أيضا.
ليست حالة فقط. يعني من كان يتصور بأنه بطرح العلمانية على مستوى الدولة سيتراجع الإسلام وتخمد حالة الديانة، وبالتالي تعود حالة البلدان عندنا إلى حالة علمانية فينشأ عنها مجتمع علماني. ما حصلت هذه ولم تحدث، لأن طبيعة المجتمعات الشرقية طبيعة ذات جذور دينية، وطبيعة الدين نفسه يمنع تماما أن تزرع علمانية متجذرة في بلداننا. فالعلمانية قشرة في بلدان العربية والإسلامية، ليست لها جذور، بينما المتجذرة عندك أنت هي الإسلام. يبقى التحدي الكبير الذي يواجه النخب كيف تستطيع أن تتعامل مع هذا الدين ذات أو هذه الفكرة الضاربة بجذورها في أرض المجتمعات الإسلامية في بلداننا، كيف نتفاعل معها، كيف نحاول أن نفعل المجتمع من خلال هذه التركيبة. أما إنك أنت والله تحول هذه المجتمعات وكأنما هي قطيع، تجيب فقط والله شكل ظاهري أو قشرة ظاهرية وتتصور بأن المجتمعات ستتغير، لن تتغير. لكن بالنسبة لأوروبا بلا شك حدثت، لأن المجتمع تعلمن. يعني العلمانية أوجدت مجتمع علماني ودولة علمانية، فلم تكن هنالك إشكالات كما هو الإشكالات عندنا في بلداننا في العالم العربي والإسلامي. طب هل العلمانية تأثير واضح على حياة الفرد الآن في المواطنة والحقوق والتعليم وما إلى ذلك؟ وعلى كل العلمانية يمكن أن يكون لها تأثير بطبيعة الحال. يعني مثلا أديك مثال، الطالب الذي يدخل إلى الجامعة وهو إسلامي أو سميه هو شاب مسلم عنده تصور للحياة والإله والكون والطبيعة وكذا، وأنت تدرسه من منظور مغاير لما يؤمن به ومن خلال تصوراته التي يراها، هو سيكون معزول داخل القاعة. ليس واحد فقط بل قطاع واسع ممن والله ينطلقون من أسرة متمسكة بالإسلام، عقيدة وشريعة ونمط حياة وكذا، وانت تقول له والله يا أخي لا أفصل، وانت داخل إلى قاعة التربية والتعليم يجب أن تفصل الدين عن إيه؟ عن التعليم، الدين عن الفلسفة، الدين عن كذا، لا تستطيع. فهي عمليا هو يقول لك والله أنا ساويت، هو فعلا أنت ساويت بالقهر، قهرت هذا الذي لا يؤمن بالعلمانية وأعطيت ذاك الذي يؤمن بالعلمانية الفرصة الكاملة، وأنت تعبر عن مواطنية علمانية لكن لا تعبر عن مواطنية متساوية بطبيعة الحال. جميل. ماذا عن دور المفكرين وأصحاب الفكر ضد العلمانية؟ هو نحن الآن على كلنا المفكرين والنخب، إذا صح التعبير النخب الثقافية، هي منقسمة بطبيعة الحال. نخب ترى أن والله التطور والنهضة والوحدة والحريات يجب أن تنبع من عقيدتنا وتنبع من ديننا وتنبع من تراثنا وتنبع من تاريخنا وتنبع من جذورنا. فنحن لسنا أمة فاقدة للذاكرة، ولا أمة أيضا مقطوعة عن تاريخها، ولا مفصولة عن كتابها. أمة متجددة باعتبارها أنها تملك كتاب، هذا الكتاب الكتاب الوحيد في الكون، الكتاب الوحيد في الكون الذي يمتلك الحقيقة، وهذا ليس تطاولا على أحد، لكن هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه، آخر كتاب، فهو الكتاب الذي يملك الحق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالكتاب الذي يمتلك الحقيقة على وجه هذه الوجود، ومنذ 1400 عام لم تتغير فيه كلمة واحدة ولا مفردة واحدة، ولا زال الناس يتناقلونه ولم يحصل فيه تعريف، هذا الكتاب. وبالتالي هذا الكتاب من يمتلكه وهم أصحابه بطبيعة الحال حاليا، هم الذين يعني يدعون الناس إليه، يرون بأن هذا الكتاب هو الذي يمكن أن يحقق لهم النهضة وما عداه فهو المظلومية، فهو الظلمة بعينها، وهو الظلم بعينه. لماذا؟ لأن العدل عندنا مرتبط بالكتاب. ففي تعريف كثير من المفسرين ما هو العدل، يقول لك العدل الحكم ما أنزل الله. أي حكم بغير ما أنزل الله هو ظلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالعدم الحكم بما أنزل الله هو كفر وظلم وفسق. وبالتالي ستلاحظ النخبة الآن نخبة تجردت تماما عن هذا السياق، وارتبطت بحالة ترى أنها هي هكذا، ترى أن هذه الحالة حالة متقدمة، حالة متصدرة، وهي بطبيعة الحال أيضا بشكل أو آخر فاقدة لذاكرتها التاريخية. هي لا تنظر إلى هذه الحالة المتطورة، هي كانت يوم من الأيام حالة سارقة، حالة ناهبة، حالة مستعبدة، حالة محتلة، لاحظت لهذه الشعوب ومواردها. حتى الآن بعضهم يحاول أن لا يرى فرنسا وهي مثلا
تحاول أن تنهب شعوب غرب أفريقيا وشعوب شمال أفريقيا المسلمة، لا تحاول أن ترى ذلك، ولا تحاول أن ترى الولايات المتحدة الأمريكية وهي تجتاح بجيوشها الكثير من البلدان، ولا ترى مثلا روسيا وهي تجتاح الشعب السوري وتقتله. هذا كله يحاول العلماني للأسف، أو الذي يتبنى الفكرة العلمانية، أن ينحي ذلك، ومع ذلك تراه مقلدا لاهثا خلف الغرب. فئة أخرى ترى أنه لا والله نحن لسنا أمة كما قلت لك فاقدة للذاكرة، ليست أمة خالية من التاريخ، أو ليست أمة ما عندها مرجعيات. نحن عندنا مرجعيات، عندنا كتاب، عندنا رسالة، عندنا كذا، بل رسالتنا ليست لنا فقط، بل هي رسالة للعالمين. كتابنا ليس لنا فقط، كتاب للعالمين. الكتاب الذي أنزله الله ليس حكرا على العرب ولا على المناطق الشرقية، بالعكس اليوم الإسلام بفضل الله عز وجل يتقدم في أوروبا، وله مساحات واسعة جدا في أوروبا، أكثر ربما ما يجدها في هوامش العالم العربي والإسلامي. فأنت إذن بشكل أو آخر عندما تطرح، أو هذه الفئة التي تطرح نفسها الآن بأن والله ليس هنالك حل إلا بالعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام، في النهاية هي التي ستسود إن شاء الله. وخصوصا الآن عندنا يمكن أكثر من 10 سنوات تكشفت كثير من الحقائق للناس. يعني هذا القرب الذي كان يتغنى بالديمقراطية، والذي كان يتغنى بالعلمانية، وكان يتغنى بالحريات، لاحظ في العشرية الأخيرة من 1911 وإلى اليوم 20 سنة تقريبا الماضية، ما الذي حصل؟ أو 10 سنوات ماضية، 10-12 سنة، لاحظنا كيف أن هذه العبارات تقلصت في السياسة الدولية. لم تعد الآن مثلا تسمع الولايات المتحدة الأمريكية تهدد المجموعات التي تقيم الدكتاتوريات في بلادنا. أليست هي نفس هذه المجموعات التي تزعم الديمقراطية وتزعم العلمانية؟ هي التي وقفت مع الانقلابات في مصر، وقفت مع الانقلابات في سوريا، وقفت وتخلت عن الشعوب التي كانت تنادي بالحريات. فلوحظ أيضا بأن والله كثير مما ينادون به هم يدركون تماما بأن الديمقراطية عندما تفرز حالة إسلامية هي ليسوا معها. عندما أفرزت الديمقراطية جبهة الإنقاذ في الجزائر، ضربت وتدخلت على كل أوروبا، وتدخلت فرنسا، وقمع وراح ضحيتها في العشرية السوداء 100,000 جزائري. نفس الطريقة في مصر، نفس الطريقة في سوريا، نفس الطريقة في العراق، هكذا هم على كل يتعاملون. وبالتالي أنا في رأيي الآن انكشفت الحقائق لكثير من شعوبنا الإسلامية، وأدركت خصوصا في أحداث غزة الأخيرة، أدركت بأن هذا النظام الدولي الكاذب، النظام الدولي المنافق الذي يرفع شعارات لا تمت بأي شكل من الأشكال إلى الحقائق. فالولايات المتحدة اليوم هي قائدة العالم، ولكنها هي من يدعم الكيان الصهيوني، بمعنى تدعم الاحتلال، هي من يقتل الشعب الفلسطيني بسلاحهم ويسكتون. هي عندما يتحرك المجتمع الدولي نحو المحاكم الدولية هي من توقف عن طريق الفيتو الذهاب إلى هذه المحاكم. حتى لو أرادت المحكمة أن تصدر حكما هي من يقف ضد هذا. فأنت أمام نظام للأسف الشديد، نظام دولي يتحدثون اليوم عن شعارات خاوية تماما، لم تعد شعارات العلمانية ولا الديمقراطية ولا الحريات ولا غيرها اليوم جاذبة كما كانت في السنوات الماضية. شعوبنا اليوم أمام استحقاق تاريخي كبير جدا، وهو العودة إلى دينهم، العودة إلى كتابهم، العودة إلى شريعتهم، العودة إلى أن يتصدروا الآن بهذا الكتاب إن شاء الله المشهد العالمي. صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، شاكرين لكم، والشكر موصول لكم أنتم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل على حسن الاستماع والمتابعة. للحديث بقية، ترقبونا في نفس الموعد من كل أسبوع. دمتم بود. إريتريا يا جارة البحر، ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر، ويا منارة الجنوب. من أجل